ها معلمي، هديت ولا ايه؟ طلعت شحنتك؟ شتمت الجهاز الفني كله؟ ماشي يا عم، انا كمان عملت كده. شتمت مجلس الاداره كله؟ انا برضو كمان عملت كده. شتمت لعيبه نادي الزمالك كلها الا بنتايج ومحمد اسماعيل، لان هم اللي كانوا رجاله بس في مباراه القمه. انا كمان عملت كده واكتر من كده، وعملت الحان بمناخيري، وعملت كل اللي انت عملته واكتر 10 مرات. ليه؟ عشان برضو انا زملكاوي زيك ويمكن اكتر. بس تعال نفكر بالعقل انا وانت، عشان الدنيا ايه ما تروحش من ايدينا. هو مين الاقرب للدوري والكوره في رجل مين؟ طبعا الزمالك. هنتكلم على خصوص الثلاث فرق، مين اللي ياخد الدوري؟ الزمالك اللي هو فريقنا هنتكلم عليه الاول. عشان ياخد الدوري يكسب الماتشين وخلاص، الموضوع سهل. سموحه وسيراميكا كليوباترا انت بطل الدوري. ومش برضه هطول عليك ولا لا، انا لازم اركز في ماتش سموحه، ولازم اركز في ماتش سموحه ان ايه ما يبقاش 1-0 بس، عشان دي تحط تحتيها 50 خط. اوعى يا زمالك تفكر ان انت تبقى متقدم 1-0 بس وترجع، لان ده الخبور اللي منتظرنا. وانا عارفه ان الزمالك ممكن يتقدم 1-0 بس وبعد كده يريح، ففي اخر دقيقه طبعا ممكن يجي علينا ضربه جزاء او يجي جون فينا ونلبس الخازوق المعتاد. فماتش سموحه بالنسبه لي مفيش حاجه اسمها 1-0 بس. انا انزل الشوط الاولاني ان شاء الله عامل تارجت. التارجت بتاعي بيقول ايه يا معلم؟ ان انا اخلص الشوط الاولاني 2-0، وانزل الشوط الثاني ان شاء الله احاول اجيب الجول الثالث. غير كده انا ببيع سمك في ميه، انا ما يلزمنيش اي كلام. اهم حاجه ال3 بونت و1-0 وننام عليه، كل ده تهجيص. المنافس الثاني اللي هو بيراميدز عشان ياخد الدوري لازم هو يكسب الماتشين، وانت على الاقل لازم تتعادل الماتش. يعني هو هيقعد يتفرج عليك وانت بتلعب ماتشك مع سموحه، وعايزك تتعادل عشان خاطر ان هو ياخد الدوري. يعني من الاخر كده مصيره حتى لو فاز في رجليك انت، فلازم تركز في ماتش سموحه. الفريق الثالث اللي هو المنافس النادي الاهلي عشان يكسب الدوري لازم يكسب الماتشين، وبيراميدز يخسر الماتشين او على الاقل يخسر ماتش ويتعادل ماتش عشان الاهلي ياخد الدوري. فانت شايف الدنيا ماشيه معاك ازاي؟ سهله جدا ان انت تركز في الماتش. ده الكلام اللي انا بقوله لك انت كجمهور عشان تهدى. انا عملت كل حاجه غلط مع لعيبه نادي الزمالك، بس في وقت دلوقتي لازل نهدى. انا عارف ان حسام عبد المجيد كان زي الخرا وطلع عيني وعين اللي خلفوني، قلت كلام مسحته اصلا وانا بعمل الفيديوهات، قلت يعني ما ينفعش، انا عملت حاجات يبان ان انا يعني مش متربي ساعه حسام عبد المجيد في الغلطه الاولانيه وفي الغلطه الثانيه وفي ضربه الجزاء، وعملت كل اللي انت عملته. بس لازم نهدى ونفكر بعقلنا، لان لو ما فكرناش بعقلنا الدوري هيضيع والكونفدراليه هتضيع. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا لعيبه نادي الزمالك، ركز انت في ماتشك. انا عارف ان الاعلام كله عمال يتكلم ان الزمالك هيقع ازاي وبيراميدز هيقع ازاي، ومش حاطين الاهلي معاهم في جمله مفيده ان هو ممكن يقع. انا متاكد ان في ماتش من الماتشين الاهلي هيقع، بس انا ماليش دعوه. انا بقى اللي بقولها لك، انا زملكاوي اهو بقولها لك. انبي هيفوتوا الماتش والمصري هيفوتوا الماتش، ما ده مش هيحصل، بس انا اللي بقول لك هيفوت لهم الماتش، انا ماليش دعوه. هو يفوت ما يفوتش، يكسب انبي 7 يكسب المصري 19، انا ماليش دعوه. انا 2-0 هنا و2-0 هنا اخدت الدوري، ماليش دعوه بحد. ما ركزش في الاعلام انه عمال يصلح للاهلي والاهلي ازاي هياخد الدوري. انا مالي يا عم الحاج، انا ليا ان انا مركز في طريقي. طالما ركزت في طريقي هاخد الدوري. وانا كزملكاوي متضايق، وانت اللي بتتفرج عليا، ايوه انت عم محمد وعم ابراهيم وعم سيد، كل دول متضايقين من اخر ماتش، وكلنا كلنا على وشنا وتهنا. بس في طريق لو مشينا عليه هيصلحونا وهننسى كل حاجه وهناخد الدوري، والمشاكل هتتنقل للناحيه الثانيه لبيراميدز والاهلي. فلازم ندعم الفريق ده غصب عننا. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، حسام عبد المجيد اللي انا كنت بشتمه وبهينه وبعمل كل حاجه، الماتش الجاي حسام عبد المجيد اهم مدافع في مصر. انا بدعمك اهو يا معلم. ليه؟ عشان لو لا قدر الله لا قدر الله، بس انا عارف ان انت راجل ومش هتعمل كده وهتركز الماتش الجاي. لو لا قدر الله التوفيق ما بقاش حليفك، ما تزعلش مننا، احنا هنعمل حاجات مش متوقعه. ليه؟ لان احنا اول الدوري اصلا ما كناش متوقعين احنا فيه، فانتوا اللي وصلتوا لنا ده. فدي في اخر ماتشين وتقوم مضيع الدنيا؟ لا. معتمد يا جمال، انا بكلمك انت اهو، مش عايزين تاليف. عدي الدباغ مهاجم، ناصر منسي كمان اللي هو ضيع الماتش. انا بقول لك اهو، تركز وتباصي لاصحابك. احنا بنحبك ايام ما كنت ناصر منسي الخام الجميل اللي هو ايه، بيباصي بيحاول يجيب جون هجام. لكن ناصر منسي الشلويحي ده انا ما اعرفوش ومش عايز اعرفه. انت كان في ايدك مفتاح القمه، وان احنا ممكن نكسب الاهلي سكور. الكره دي لو اديتها لعدي الدباغ كنا كسبنا الماتش مرتاح جدا جدا جدا، لان هم اصلا كانوا كسبانين 2-0. يعني الاهلي متقدم على الزمالك 2-0 ومتلخبطين وبيطلعوا الكوره بره والدنيا مليانه عندهم توتر. فانت تخيل ان انت في اول 8 دقائق كنت رزعتهم جول، كنا خلصنا الماتش ده سكور. بس انا هنسى كل اللي فات، هفضل ادعمك. كابتن معتمد جمال، ركز في تشكيلك، اللي هيكسبك العب بيه، واوعى تضيع اللي فات كله. انت عملت ملحمه الماتشات اللي فاتت كلها، ممكن تيجي تضيعها في ماتش واحد. لو لا قدر الله الفرصه دي ضاعت من ايدك، محدش هيفتكر لك اللي فات، هيبداوا يهاجموك. انا مش عايز اتكلم كلام رخم، بس انا بدات الاقي صور لمدربين تانيين بيقولوا في حاله اخفاق نادي الزمالك عايزين المدرب الفلاني او المدرب العلاني. انا ما بعتمدش الكلام ده خالص، انا ممكن اكتبه على صفحتي عادي جدا واقوله في فيديوهات وكل حاجه، لكن لا،
انا هفضل ادعم معتمد جمال، مجلس الاداره هدعمه، جون ادوارد انا معجب بالتجربه جدا وهفضل ادعمها، لعيبه نادي الزمالك كلها الرجاله من اول مهدي سليمان لغايه ناصر منسي، اهو انا بتكلم اهو، هفضل ادعم فيكم. انا قدامي 90 دقيقه بس، يعني انسى نهائي الكونفدراليه خالص، ده ارميه ورا ظهرك. ماتش سيراميكا الاخير ده انساه خالص، انا ما بكلمكش في ده، ما بحطش عليك ضغط، انا بريحك وبقول لك انا عندي ماتش مع سموحه 90 دقيقه لازم انزل اجيب جون والتاني واهدي نفسي، مفيش حاجه اسمها 1-0، وافضل اقول الكلمه دي 50,000 مره، لان لا قدر الله ساعات بقول الكلام دوت ويحصل بالحرف، يبقى انا اسمي نبهت. مفيش حاجه اسمها 1-0 بس، اجيب 1-0 واجيب التاني عشان ارتاح وابقى مركز مع نفسي. في الوقت دوت لو انا كسبان 2-0 بس، انا مش هبص على ماتش الاهلي وانبي، ولا هبص على ماتش سيراميكا وبيراميدز، ولا هيبقى ليا فيه خالص. هم بقى اللي عمالين يبصوا عليا، وكل ما يلاقوني جبت جون يقول لك خلاص الدوري بيضيع، ركابهم بقى ايه تخبط في بعض ويتوتروا. فجمهور نادي الزمالك من الاخر كده، ادعم فريق نادي الزمالك. لو لا قدر الله حصل غير اللي احنا متوقعينه او عايزينه، اتفرجوا عليا انا هعمل فيهم ايه. انا هقلع لهم ملط، انا اي لعيب هلاقيه مقصر في الماتش ده ههينه بمعنى كلمه ههينه. جمهور نادي الزمالك ما يستحقش منكم كده، احنا عايزين 11 راجل في الملعب رايحين يموتوا، انا مش عايز احولها حرب واضغطك، ماتش سهل جدا. انت الزمالك بتنافس على الدوري مع احترامنا الشديد لسموحه، فريق كبير وفريق محترم وبص احسن فريق في العالم، بس انا ان شاء الله هنزل اكسبه، مفيش تهاون في الماتش ده. عايز تسكت الناس كلها والناس بتاعتك تنسى الكارثه اللي فاتت، ويبداوا المنافسين بقى يتكلموا في الكوارث اللي عندهم. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انت لو كسبت الماتش دوت خلاص هتيجي تبص تلاقي ايه، جمهور الاهلي يبدا يقول لك ما انتوا ضيعتوا الدوري، اتغلبنا من بيراميدز 3 واتغلبنا من طلائع الجيش، واصلا الستروب ده ما ينفعش. بعد دلوقتي ايه، ما كنا سامعين نغمه ان بن شرقي يمشي، لا احنا عايزينه الستروب يمشي، ما هو يا عم كويس اهو لعب ماتش الزمالك. فانت هترجع ده كله تاني بشرط اكسب سموحه باداء كويس ومطمئن، يعني دقيقه 80 ان شاء الله تيجي وانا كسبان على الاقل 2-0 3، مفيش مانع، انا معاك يا باشا. ركز في الماتش ده، هندعمكم 1-1. انا بس عايز ادعم اهم 3 في دماغي عشان خاطر يبقى انا ايه عدنان لعيب معاهم. حسام عبد المجيد احسن مدافع في مصر، محمد شحاته احسن 6 في مصر، يا عم انا كده عدنان لعيب معاك. محمد شحاته اللي كان سرحان في ماتش الاهلي، اللي الجونين الاولين برضه بسببه هو حسام عبد المجيد، لا يا عم انت احسن 6 في مصر. ناصر منسي احسن مهاجم في مصر، انا بتكلم اهو كلام جميل اهو، انا واخد على وشي بسببكم وبدعمكم. فلو لا قدر الله لقيت نفس الحاله دي الماتش اللي جاي، تزعلوش مني، ما تزعلوش مني. طب انت بقيت راجل وكسبنا الماتش وتمام التمام، اتفرج عليا هعمل معاك ايه، هعمل لك شاي. يعني هتيجي عندي الشغل بتاعي اقول لك بقول لك ايه، شايك ايه يا عم، بلاش شاي، حاجه ساعه تشرب ايه يا معلم. لا يا عم هعزمك على الغدا، بص انا راجل على قد حالي وبقول لك هعزمك على الغدا يا عم، واللي انت تطلبه بعمل معاك فوق السليم اهو، بدعمك، هضيفك، هروق عليك، بس انت اهم حاجه تخليني انام مرتاح ومبسوط واصدر المشاكل لغيري. طبعا بقى لو الفيديو عجبك اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، وان شاء الله هنكسب الماتشين وهنكسب الكونفدراليه والحياه هتبقى جميله لينا، ونبدا بقى من اول وجديد في بناء فريق نادي الزمالك. سلام عليكم.